قلنا نعمل فيديو جديد، حاجات لازم تكون عارفها لو انت مبتدئ في الجيم. فالفيديو هيختصر على 5 حاجات. يلا بينا نخش في الموضوع. اول حاجه معانا وهو دايما حدد هدفك، ودايما خليك عارف انت عايز ايه. عاوز تزود اللياقه بشكل عام، عايز تخس، عايز تبني عضل. خلي هدفك واضح عشان تبقى قادر ان انت تستمر. تاني حاجه، حاول تنوع في تمرينك، ودايما ما تفضلش مستمر على نوع واحد من التمرين. ما تكونش بتلعب حديد وكارديو لا، او تكون بتلعب كارديو وحديد لا. دايما نوع في التمرين عشان جسمك ما يتعودش على ده ويبدا ان هو يمل. تالت حاجه ودي اهمهم، حاول ان انت تراقب جسمك. لو لقيت الم مش مفهوم، حاول يا اما توقف تمرين يا اما تقلل الوزن اللي انت بتلعب بيه. دايما راقب جسمك واسمع له عشان ما يضركش او تكون اصابه وانت مش واخد بالك وعمال تلعب عليها كل ما تيجي تتمرن. رابع حاجه وهي التسخين، حاول انك تسخن بقدر الامكان حتى لو هتقعد 15 دقيقه بتسخن. التسخين مهم جدا وهيبعدك عن اي اصابه وهيخليك تتمرن مرتاح. فحاول ان انت ما تكسلش ان انت تسخن كويس مفاصلك عشان ما تتصابش في التمرين. خامس حاجه واهمهم جدا جدا وهي الاكل والتغذيه. خدها قاعده كده دايما في حياتك، لو مفيش اكل كويس وتغذيه كويسه يبقى مفيش عضلات، يبقى انت بتروح الجيم بتهلك نفسك على الفاضي. حاول بقدر الامكان ان انت تهتم بالتغذيه المظبوطه وبالاكل، وحاول ان انت تقسم الوجبه الكبيره على وجبات كتيره على مدار اليوم، كده هتكون ظبطت اكلك. حاول توازن ما بين الكارب والبروتين والدهون. واي حد حابب اعمل له نظام غذائي مخصص ليه بالسعرات اللي هو محتاجها على مدار اليوم يبعت لي مسج وهرد عليه بكل التفاصيل.